بعت لي صور العربيه وقال لي ايمن عايزين ننزل نفحص العربيه دي عشان عايز اشتريها. شفت صور العربيه، ما شاء الله صور العربيه كانت جميله جدا. قلت له طب معلش انزل برضو بص عليها بصه كده، ولو عجبتك هاجي افحصها لك. رحت اشوف العربيه من بره، العربيه ما شاء الله الله اكبر، ما فيهاش خربوش. عربيه جيلي، دواخلها كلها فيها معجون. صاحبها كان بيقول ان العربيه فابريكا بالكامل بره وجوه، يعني حتى مش بيقول ان هي مثلا رشه بره، لا ده بيقول فابريكا جوه وبره. زي ما حضراتكم شايفين نسب المعجون عاليه جدا في دواخل العربيه. العربيه رشه ومغيره سقف، وفيها معجون في القوايم اللي قدام اللي جنب السواق والقايم الوسطي، وحتى دواخل العربيه من ورا. هنا نسبه المعجون 280 مايكرون، و280 مايكرون عدد كبير جدا. احنا المفروض العربيه في المصنع بتاخد لحد 100 مايكرون. والقايم من قدام واخد 1500 مايكرون، يعني زياده رهيبه في المعجون. لو خبطت القايم ده برجلي هينزل المعجون كل المعجون اللي فيه. الجنب اليمين برضو في دهان ونسبه معجون. بص القايم الوسطي ده فيه قد ايه، نبص نشوف هنا 970 مايكرون. المفروض احنا معانا لحد 100 مايكرون، ده 970 مايكرون. هنا 140 مايكرون، رقم رهيب. 1400 مايكرون، يعني رقم ما ينفعش اصلا البوهياجي يحط نسبة المعجون العالية دي. والراجل كان بيقول ان العربية فابريكا وما فيهاش اي حاجة وتعالى يا باشا اشتري، وعارض باعلى سعر، يعني حتى مش قايل مثلا العربية فيها شوية ملحوظات، يعني فناس ما عندهاش ضمير، الناس اللي بتبيع الا من رحم ربي. العربية كلها رشة من الداخل، نسب المعجون عالية جدا، ومغيرة سقف او قشرة سقف. هم سمكروا القوايم وغيروا قشرة السقف. الناس اللي بتشتري تاخد بالها، ولازم لازم لازم تفحص عشان خاطر فلوسك يعني ما تضيعش عليك. ربنا يستر علينا وعليكم. وده رقمي اللي عايز يفحص، باجي لحد مكان العربية، ابعت لي على الواتساب على الرقم ده، هرد عليك وحدد معايا ميعاد، وان شاء الله نلاقي عربية ليك كويسة.